اللي في قطر على اساس نستلم فلوسنا في الرياض ختمها في مكان اخر غير ختم هذا. أوه لا حول ولا قوة الا بالله. في بداية الامر انا تضايقت، اخوي قال لي لا، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يمكنها ردة عن شيء اكبر يا اخوي. نرجع ثاني مرة للعاصمة الدوحة ويختموا لنا الورقة ونرجع للمركز، باقي يوم او يومين على المدارس عندنا في المدينة المنورة. اخوي الان في ثالثة ثانوي وانا في ثانية او في اولى، ناسي والله. يقول يوم جينا وخلصنا التريلر بنطلع من المركز ويوقفنا شرطي اخر واحد عند البوابة، قال انتم التريلر فاضي وين رايحين؟ قلنا رايحين للرياض. احنا صادقين، احنا بنروح للرياض نقعد يوم يمكن نحمل ونرجع المدينة. قال لا ما تاخذون معكم بضاعة للرياض. قلنا يا اخي انا قلت في خاطري على بال ما ننزل بضاعة وناخذ رد ثاني دراسة بدت والله ما. قال يا رجال الرجال هذا ما يبيها للرياض، الرجال ضابط عندنا منقول للمدينة المنورة ونبي نحمل البضاعة عندك للمدينة، لكن ما لقينا احد يودي المدينة. يقول وانا التفت لخوي واخوي يلتفت لي. التأخير هاليومين كان سبب كبير جدا. قلنا لا يلا توكل على الله. يقول نروح نطابق عند بيت الضابط هذا ويحمل ثلاجات ويحمل افران ويحمل اغراضه كل ابوها، وقال المبلغ اللي انتم تبونه. كان المبلغ مثل ما تقول بالمبلغ الفلاني، يقول احنا اخذنا زياده 20 او 30%. يقول وناصل الين وصلنا المدينه وننزلها عند بيته. يقول يا ابو عبد العزيز والله كانت من اجمل الرحلات، كان فيها سبحان الله احتساب اجر، ان احنا نشيل هم عن ابونا، كان فيها ان احنا تاخرنا والله سبحانه وتعالى ارادنا ان نتاخر على اساس يضاعف لنا الاجر. انا ابغى اوصل من هالرساله هذه يا اخوان الشباب، انتبهوا لابائكم، ترى الابو ما راح يطلب منكم ولا راح ياخذ منك شيء. حرص كبير جدا على انك تتلمس ابوك وش يحتاج. بعضه مسكين يمكن راتبه ما يبقى منه ولا 500 ريال، بل ان راتبه 10,000 يكفيه من 500 ريال، وال9,500 لك ولاخوانك ولبيتك كل ابوهم، علشان ما تحتاجون لحد غيره. الان يوم الله سبحانه وتعالى رزقك براتب ولا رزقك بوظيفه وانت عنده في البيت، ما اجمل انك تجي تسدد الفاتوره وهو ما يدري، ما اجمل انك تدخل تقضى للبيت ذبيحه ولا دجاج ولا رز، ولا هو مو محتاج ولا هو قايل لك وفرحان انه ياكلك وياكل اخوانك. لكن الاجمل انك تجيبها بدون ما يطلب منك، تجيب خادمه لامك، تجيب سائق لابوك، تجيب سياره، تساهم في تصليح سياره، تساهم في سداد مخالفات. انا ما اقول كل راتبك، لكن شكل 10 إلى 15% من راتبك لابوك وامك ولا هو برد جميل، لكن تفرح انت من داخل، والشيء اللي بتسويه بيسوالك، وبتدخل السرور على ابوك، مو على اساس انك انت نزلت منه مبلغ ولا اعطيته فلوس، لا، انه درى ان ولده في ثمره طيبه، درى ان ولده في خير، انه ساهم وبادر بشيء قبل ما يطلب منه. باب اثنين يركبون تريله ويضربون فيها من شمال المملكه لداخلها ومناطق المملكه علشان يوسعون صدر ابوهم ويوسعون خاطره ويريحونه 3 شهور.